السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يابا؟ طبعا هاي الدجاجة صار لها 22 يوم من كركتها. فهسه شفت البيض مالتها منقر كم بيض. وشوف طبعا هذا الفسيفس او دجاج علو او ما اعرف شو تسمون، او الدجاج الرومي. على هيهم ما ظلت هالشي على مود تفقس. جيت هسه قبل شوية شفت قايمة من بيضاتها ونايمة يم الدجاجة. وهم اذاك الفسيفس يسوي نفس الشي، يقوم يجي اثنيناتهم يقومون يجون ينامون يم هذا الدجاجة. ما اعرف شكو، يعني هي جواثها بيض والدجاجة جواثها بيض، يعني شنو المختلف؟ ما ادري. دا يقومون ودا ينامون يم الدجاجة ودا يعوفون بيضاتهم. ف خليتهم الصناديق مال الطماطة ونشوف شلون يصير. يعني ما اعرف شو اسوي، بس اريد اخلص من هذه الدجاجة. تفقس نشوف كم شو اسمه كتكوت يتفقس، ونحاوله نشيله من هنا. جاي تشوفون اصلا البيض ما دا يغطي، ما اعرف ليش. اذا هسه اشيل الصندوق من فوقاته تقوم قبل. جاي تشوفون ما دا ينام، ما دا يغطي البيض مالتها. صراحة خلي شوف شي يصير. شوف شي يصير. طبعا مثل ما قلنا لكم الاذان قام يأذن، اذان العصر. مثل ما قلنا لكم، قلنا راح نزرع شتلات، ومثل ما شفتوا بالفيديو السابق حرتنا الارض. زرعنا الشتلات والشتلات مال بيدلجان والطماطة والفلفل. هسه هذا شو اسمه هذا مال هذا الشتل مال بيدلجان. هذا المكان مال بيدلجان. وطبعا فلفل هواي زرعنا، الشتل مال الفلفل هواي زرعنا. هذا هم هذا فلفل، هذا بيدلجان وهذا هم بيدلجان وبس. هذا فلفل وهذاك هم فلفل. هذا مال الطماطة. مثل ما جاي تشوفون هذا الشتل مال الطماطة. طبعا اكو بعض الشتلات منكسرين. تعرفون ليش؟ امبارحة ما شاء الله كان اكو مطر، كل الشتاء ما صاير هيجي مطر مثل ما جاي تشوفون. هذا شوف شلون صاير من المطر. هسه هذا مكسور من المطر. تعرفون شو تسووا؟
تنطي التراب. هيجي صير زين. طبعا هذا القرع طالع مثل ما جاي تشوفون، بعد جديد دا يطلع. طبعا الخيار وال شو اسمه، الخيار والطماطة لا دا يقول الخيار والطماطة، العفو، الخيار والرقي والبطيخ فشلا. تعرفون ليش؟ لان اني يعني اول مرة دا ازرع. جاي تشوفون بس حبة واحدة طالع كل هنا، كل بين 20 حبة يطلع حبة او حبتين وما يطلع، لان اشتريت من هذني الحبات شو اسمه، التشياس، لان التشياس هذني التشياس المكبوسات هذني ما يفيدن، فراح اشتري من هذني اللي يبيعون بالكيلوات، يعني ب500 دينار تشتري لك تقريبا هالقد، يعني تقريبا بفوق 300 حبة 400 حبة. ف راح نشتري جديد وما راح نزرع بنفس مكانهم، راح نزرع هنا. راح اسوي لي كم ساجية هنا مثل هذني، و راح ازرع هنا. جاي تشوفون منا لهذاك الحد. راح اسوي لي كم وحدة وازرع هنا، واذا ظل عندي زائد راح انظف هذني، راح احوش كل هذني الحشايش وراح ازرع بيهن نفس بمكانهم القديم، وان شاء الله يصير خير. طبعا طبعا هاي دجاجة منا ورا العشاء بالليل هيك يعني تكمل التفقيسة مالتها. طبعا اني ما اريد اتقرب لها. جيت من المزرعة وحشت لهم شوية حشيش، جبت لهم. طبعا امبارح هنا كان صاير فيضان مثل ما جاي تشوفون شوية. والله يمكن هاي الفسيفسم تريد تكرك. اي والله تريد تكرك. يعني احنا هنا نقول له فسيفس، بغير اعتقد بالجنوب يقولوا له دجاج على شو اسمه، دجاج رومي او ديك رومي، ما اعرف شي يسمونه. فاحنا هنا نسميه فسيفس. شوفوا عنتر، شوفوا. طبعا لي هنا راح ننهي الفيديو. اتمنى اذا عجبكم الفيديو تنطوني لايك للفيديو، وما تنسون تشتركون بالقناة، وانتظرونا فيديو جديد ان شاء الله.